عايزين تاكلوا كفتة الحاتي زي ما قال الكتاب بالظبط؟ تعالوا عندي وانا هوريكم طريقتها ازاي. بمكون واحد بس فقط، هو ده اللي هيخليها شبه قوي كفتة الحاتي اللي بناكلها بره، واحلى كمان والله هتصدقوني. بس جربوا طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. انا دلوقتي يعني هستخدم كيلو من اللحمة المفرومة. بتجيبيها انت من عند الجزار بتاعك، ومعانا بصلتين مبشورين وصفينا المية بتاعتها وحطينا عليها معلقة صلصة وشوية فلفل أسمر وبيضة، ومعانا شوية ملح وفلفل أسمر وبيكنج باودر وبقسماط. بقسماط هتقولي لي، وطبعا دي شوية بهارات كفتة كده. على الكيلو بقى طبعا زي ما انتوا عارفين بيكون فيه دهون، لازم يكون فيه دهون أقل على الأقل 25% دهون، ليا بقى أو من الدوش زي ما انتوا عايزين تضيفوها. أنا دلوقتي لما صفيت البصلاية بتاعتي، خدت المية بتاعتها على جنب كده، وخدت التفل هو ده اللي هستخدمه في الكفتة، وحطيت كل المكونات على بعضها. وهبتدي بقى أهم خطوة، ان انتي تدعكيها جامد جدا 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 وتخلطيها جامد جدا. فانا بقى هاخدها على الكبة وافرمها فرم كده جامد، بحيث ان هي ايه تبقى زي العجينة، يعني شبه العجينة بالظبط. هاخدها كده كميات كميات علشان الكبة بتاعتي. بصوا 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 تحول لونها ازاي، بقى فاتح قوي، بقى لونه بينك كده، وهي بقت عاملة زي العجينة بالظبط، وكلها كده زي الخيوط. شايفين عاملة ازاي؟ لازم تكون كده شعيرات زي الشاي الفتل كده. انا بقى هاخد العصيان بتاعت الشيش بتاعي، زي اللي بعملها بشيش طاووق، والمية اللي انا مية البصل حطيت عليها معلقة صلصة طماطم، معجون طماطم وشوية ملح وفلفل اسمر. وهبدأ بقى اصبع زي ما انتوا شايفين كده على على شلة الشيش طاووق بتاعتي. سهلة جدا يا جماعة. حطيتها في التلاجة طبعا، عايزة اقول لكم حوالي ساعتين، علشان تمسك وتتسمر معايا كويس اوي. شايفين ماسكة نفسها بطريقة فظيعة، والطعم عايزة اقول لكم خرافي، حكاية جميلة جدا جدا جدا. في صينية بقى عندي هحط ورق فويل من تحت كده علشان الصينية بتاعتي ما تبص، وهدهن الوش بالمية البصل بتاعتي اللي انا بستخدمها. وهبدأ برضو يعني كل شوية كده ادهنها وهي في الفرن، علشان تبقى شكلها ناعم كده وتدي منظر جوسي. الباقي بقى بصوا انا عملته على اي حاجة، عصاية رفيعة، اي حاجة بتستخدميها في المطبخ. بصوا هي دلوقتي كده استوت وجميلة جدا. هحطيها في فرن عالي، يعني حوالي كده 180، ولمدة من ربع ساعة لتلت ساعة، مش هتاخد اكتر من كده، بتستوي بسرعة. وعلي على النار فوق، يعني عايزة تخلي عالي قوي وتولع الشواية معاها، مفيش مشكلة. عايزة تقلبيها كل شوية، هي هتستوي بسرعة جدا يعني. بصوا بصوا جميلة ازاي ويوسي جدا، وطعمها خطير فظيع يا جماعة أوي، حلوة جدا جدا جدا. طبعا انتي بقى لما تعملي تاكليها سندوتشات، تاكليها مع رز بسمتي، تاكليها مع مكرونة براحتك خالص، مع سلطة الطحينة. دلوقتي انا يعني عملت ساندوتش كده حلو قوي، بصل بتاعي وبقدونس وصابع الكفتة بتاعتي الحلوة الجميلة، طعمها حلو قوي يا جماعة. طبعا انا مجهزة صوص الطحينة، والساندوتش بيبقى طعمه حلو قوي جميل، يعني زي ما انتي بتحبي وطريقتك اللي انتي بتستخدميها وبتفضليها. براحتك يعني، الكفتة ما حدش بيختلف عليها. انا بفضلها ان انا اكلها سندوتشات، وولادي بيحبوها بالمكرونة، فمش هتفرق كتير. وبالهنا والشفا.